من جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس. حقيقة الجواب اللي قدمته السيدة الوزيرة على سؤالنا وكذلك جوابكم على سؤال زملائنا وتعقيبكم كذلك فيه الكثير من جوانب العبث والسوريالية، وانا غنشرح لك بكل وضوح وبلا ما نكثر في الهضره فين هما الجوانب ديال السوريالية. تكلمتي في الجواب ديالكم على 3 مرات على ان جميع العمليات تمت بناء على الاستحقاق وبناء على الشفافية وعمليات نزيهة، وهذا كلام فيه الكثير من المبالغة. دليل على ذلك اعطونا جواب واضح حول التعيينات التي تمت قبل تاريخ 14/7/2009 والتي همت 11 طبيبه، فيهم حالات وانت كتعرفيها جيدا السيده الوزيره اللي استفدت من التعيين في شفشاون وانتقل رجاء لمراكش وعينتوه في مراكش، وانتقل للدار البيضاء وعينتوه في الدار البيضاء، كله لاعتبارات ديال الزبونيه وديال المحزوبيه ولا علاقه له بهذا الخطاب اللي ولا من كثره ما يستهلك ولا متهافت. ثانيا الموضوع اللي كنتكلموا عليه في السؤال ديالنا ديال هاد الطبيبات اللي شعروا بانهم مظلومين مشاو للقضاء والمحكمه حكمت لصالحهم ابتدائيا واستئنافيا، وانتم كوزاره ترفضون تنفيذ احكام تصدر باسم جلاله الملك اللي حكم في الموضوع اللي تكلمتوا فيه، وكتقولوا فوق هذا وذاك بانه احنا لم نمتنع. الوثيقه التي بين يدي فيها محضر امتناع، ها هي موقع ملف التنفيذ عدد 1/10/2006 بتاريخ 17/5 موقع. في الخلاصه ديالو السيده خديجه الكرداس اللي هي مسؤوله ديالكم في قسم المنازعات تتقول بانه لا يمكننا كوزاره تنفيذ الحكم الا بعد البت النهائي. البت النهائي مشيتوا للنقد والابراء، النقد والابراء في القانون. لعلمك السيده الوزيره الاستئناف اللي قدمتوه لم يقبل شكلا لانه تم خارج الاجل القانوني. اذا كنتم انتم الوزراء ما كتحترموش احكام قضائيه، كيفاش غنطلبوا من المواطنين العاديين يحافظوا على الاحكام القضائيه؟ انتم مطالبون باحترام هيبه المؤسسه القضائيه. كاينه احكام قضائيه صدرت ضدكم وبغرامه 1000 درهم وكذا عن كل يوم تاخير. هذيك 1000 درهم راه ما غتخرجيهاش انت السيد الوزير من جيبك، غادي نخلصها من المال العام من هذوك المواطنين اللي كيعرفوا. ولذلك كفى من العبث، اعطيوا الناس حقهم والتزموا بتنفيذ احكام القضاء الا بغيتوا الناس يصدقوكم. شكرا لكم سيد